مساء الانوار. طبعا دوري مولع نار. الاهلي النهارده بيتعادل مع سيراميكا 1-1، وامبارح الزمالك كسب المصري 4-1. سيراميكا ما فوتش الماتش زي ما الناس كانت بتقول. هو المصري امبارح ما فوتش الماتش. المصري ما فوتش الماتش زي ما الناس ما كانتش بتقول. ما علينا، سيبك من كل حاجه حصلت النهارده من الحكم. ضربة الجزاء غير المحتسبة والأهلي وحش، الأهلي لا يستحق المكسب، والأهلي لا يستحق الدوري، ولا يستحق أي بطولة السنة دي. والإدارة بالكامل لازم تمشي بالجهاز الفني، وأي لاعب عايز يمشي يغور زيزو أمام أي لعيب. عمر الأهلي جمهوره ما بكى على لعيب. عبد الله السعيد واحمد فتحي كانوا بيسخنوا في الملعب قبل المباراه في استاد برج العرب. الجمهور قال له يا احمد يا فتحي امشي، خد عبد الله وامشي، وهم في ال11 هيلعبوا. فجمهور الاهلي اولا ما بيبكيش على لعيب. ما احناش بكاين وشكاين زي ناس، مع احترامي طبعا، انا بهزر مع اصحابي واخواتي، ولكن الاهلي لا يستحق بس اديله حقه. ضربة الجزاء، لا، ضربة الجزاء دي حاجة واضحة جهارا نهارا. الفار قال له تعالى في ضربة جزاء وهو صمم انه ما يحسبهاش. مش هقول لك بقى هو اللي حكم الدور الاول وبيحكم الدور الثاني. ده انا هسأل سؤال محدش شفته ولا سمعته اتكلم فيه. كرة اوفر للنادي الاهلي، طلع مدافع سيراميكا لعبها براسه، خبطت في راس ياسر ابراهيم وخرجت. حامل الرايه والحكم حسبوها ضربة ركنية. ايه دخل الفار في كرة زي دي؟ لعيب الاهلي راح عشان يلعب الكورنر، ولعيبه الفريقين جوه ال18. الحكم صفر ورجع الكرة من ضربة ركنية لضربة مرمى بعد ما كلموه في السماعة بتوع الفار. ايه تدخل حكم الفار في كرة زي دي؟ الفار بيتدخل في احتساب ضربة جزاء او عدم احتسابها، في تسلل، في كارت احمر، في هدف، في احتسابه او عدم احتسابه، ده خط المرمى ولا لا. لكن الفار يتدخل كورنر ولا ضربة مرمى اول مرة اشوفها. ان دل على شيء يدل على انهم مش عايزين الاهلي يكسب باي طريقة. انا معاك، الاهلي اصلا لا يستحق المكسب. الاهلي ماسكه مدرب بصمجي. الاهلي فيه شوية معلمين في الفرقة لازم ينداس عليهم، مش يمشوا، ينداس عليهم الاول. شكرا.